القلم بتاعي واقع. يمكن تحت الترابيزة. يا مس، أحمد وعمر تحت الترابيزة وبيلعبوا. أحمد، عمر، تعالوا هنا. كنتوا بتعملوا إيه؟ بندور على القلم بتاعي وقع تحت الترابيزة. يعني مش بتلعبوا؟ ليه قلت كده يا نوح؟ مالك يا نوح؟ أحمد وعمر زعلوا مني. أنا كنت فاكرهم بيلعبوا، بس طلعوا بيدوروا على القلم. أحيانا لما نشوف حاجة ونفهمها غلط ممكن نظلم الناس. أنا ما كنتش أقصد. أنا عارف، لكن لما ننقل كلام من غير ما نتأكد ممكن نعمل مشكلة بين الناس. يعني أنا عملت مشكلة؟ طبعا يا نوح، ده اسمه فتنة، والفتنة بتخلي الناس تزعل من بعض. أنا ما كنتش أعرف. عارف ليه؟ لأنها بتكسر الصداقة وبتزرع الخصام بين الناس. أنا آسف يا أحمد، وآسف يا عمر. أنا فهمت الموضوع غلط، ما كانش لازم أتكلم قبل ما أتأكد. حصل خير. تعال نكمل اللعب. إيه اللي اتعلمته يا نوح؟ إن ما ينفعش أنقل كلام ممكن يعمل مشكلة بين الناس. بالظبط، الكلمة ممكن تصلح بين الناس وممكن تعمل بينهم فتنة، يعني مش كل حاجة أسمعها أقولها لغيري. تحدي النهاردة: علم أصحابك معنى الآية الكريمة: الفتنة أشد من القتل. وبلاش ننقل الكلام،